السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هي الشيش طاووق. يلا نسمي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. جبت هنا بولة حطيت فيها شوية من الزيت مع عصير الليمون، دول ليمونتين كبار كده عشان يدي طعم حلو للفراخ، وكوباية زبادي كبيرة. وهقلب المكونات دي كلها كده مع بعض لغاية ما يمتزجوا. وجبت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وبابريكا و7 بهارات مع شوية كمون كده صغيرين، وهقلبهم برضو كلهم مع بعض بالشكل ده. وجبت هنا في الشيش بتاعي انا مستخدمة المرة دي الوراك، عايزة تستخدمي الصدور برضو بتبقى جميلة جدا. وهقلب بقى الفراخ بتاعتي مقطعها قطع كده صغيرة، وهقلبها كده في التتبيلة واسيبها مش اقل من 3-4 ساعات في التلاجة. بعد كده قطعت بصل قطع متوسطة وفلفل اخضر، وهنا هجيب عندي اسياخ الشيش وهبدأ بقى احط قطعة من البصل مع قطعة من الفراخ والفلفل بالشكل ده. في الوقت ده اكون مجهزة الصينية على البوتاجاز عشان تسخن او جريل، لازم تبقى سخنة جدا. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت اللي ما ضغطش لايك يضغط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك. يا ريت لو تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. هنا جبت الجريل بتاعي سخنت جدا ودهنتها دهنة من الزيت وحطيت فيها اسياخ الشيش بتاعتي، وكل شوية كده هقلبها على الناحيتين لغاية ما اتأكد تماما ان الفراخ بتاعتي استوت بالشكل ده اهو. لونها اتغير وعلى نار متوسطة، لا هي عالية قوي ولا منخفضة قوي كده. خلاص اتأكدت ان الفراخ بتاعتي استوت. جبت هنا عيش سوري وهدهنه دهنة من التومية عملتها معاكم قبل كده على القناة، اللي عايز يشوفها سهلة وبسيطة جدا. وهنزل كده سيخ الشيش على التومية بتاعتي، وهنا كنت محمرة شوية من البطاطس هحط شوية عليهم. انا ولادي بيحبوا عليها البطاطس، مش عايزة تحطي بطاطس خلاص. وده برضو خيار مخلل سريع عملته برضو معاكم قبل كده على القناة اللي عايز يشوف. بس كده وخلصت عندي سندوتشات الشيش طاووق. وصفة سهلة وبسيطة جدا، اتمنى ان انتوا تستفادوا منها وتجربوها ما شاء الله. واشوفكم في فيديو تاني جاي ان شاء الله. مع الف سلامة.